السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتورة غادة، أنا آسفة جدا إن أنا ببعت لحضرتك مشكلة زي دي. أول المشكلة، أنا وخالي ساكنين في نفس العمارة، تمام؟ دلوقتي هو عايز يشهد زور على مراته. هو رفع عليها قضية وقال إن هي بتعمل تصرفات مخيلة، فبما إن أنا وهو ساكنين في نفس العمارة فهو عايز نشهد عليها زور في المحكمة. الجلسة هتبقى يوم الاثنين، أشهد إن هي بتعمل فعلا تصرفات مخيلة وكده، وده طبعا ما حصلش. هو عايز يطلقها وبس ما تاخدش كل حقوقها، فعايز يثبت ان هي مش كويسه. امي دلوقتي بتضغط عليا جامد ان انا اعمل كده، وهو بيهددني ان انا لو ما شهدتش معاه ضدها ان هو هيقاطع امي، ما عادش هيكلم امي تاني، لان هو اللي واقف معايا بعد رجوعي الله يرحمه. دلوقتي الجلسه يوم الاثنين وانا بجد تايهه بانقاذ الحق ورضا امي، انا مش عارفه اعمل ايه. بصي حبيبة قلبي، أول حاجة لازم تعرفيها إنك مش لوحدك. الصراع اللي جواكي ده طبيعي جدا، لأن بينم إن انت بنت أصيلة وضميرك حي، وفي نفس الوقت بتتحملي ضغط من أقرب الناس ليكي وهي مامتك وخالتك. خليني أقولك الحقيقة اللي يمكن محدش هيقولها لك غير بصوت هادي وطالع من القلب. أول حاجة، الشهادة الزور هتكسرك قبل ما تظلم حد تاني. ممكن الناس تنسى، بس ربنا تأكدي 1,000,000% انه مش هينسى. وانتي مش هتظلمي ست بس، لا، انتي هتخلي في رقبتك حق مهدور هيقف بينك وبين رضا ربنا وراحتك بعدين. تاني حاجة بقى، ان الضغط اللي عليكي مش مبرر، لكن مفهوم جدا جدا جدا، بس انتي قدها، لانك دلوقتي قدام لحظة نضج وإنسانية ووعي منك، لحظة هتختاري فيها العدل حتى لو على حساب رضا الناس. تالت حاجة بقى، ودي الأخيرة بالنسبة لي أنا ليكي، رضا ربنا عمره ما هيجي من ظلم حد، حتى لو الناس كلها قالتلك دي عيلتك ودي أمك وده خالك، ولازم الرضا ورضا ربنا من رضاهم والكلام الكتير اللي كلنا سامعينه وتربينا عليه. ومن الآخر بقى، اللي بيحبك بجد مش هيطلب منك تعملي حاجة توجعك أو توجع ضميرك. وأخيرا وليس آخرا، خدي مني دي، لو مش قادرة تقولي لأ بشكل مباشر، يكفي إنك تقولي أنا ما أقدرش أشارك في حاجة ما حصلتش وسامحوني، وانسحبي بأدب وبثبات وبعزم وبحزم وبقوة. واوعي تنسي، ربنا بيختار ناس معينة بيكونوا شهود للحق وسط بحر كبير 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 من الباطل والظلمات. يمكن النهاردة الدور عليكي. مع السلامة.